مساء الخير عليكم وتحياتي للجميع. السوداني طلع قبل ساعات وأعلن أنه راح يسوي دمج الفصائل والحشد إلى الجيش العراقي بالجيش العراقي. زين أنت شلون وعلى أي أساس تسوي دمج الهذولة الفاسدين والزمرة الفاسدة اللي هي بالحشد وبالفصائل؟ المهم، طبعا اليوم الحكومة بالعراق وكلكم تعرفون هي حكومة فاسدة دكتاتورية عميلة لإيران وذيول إيران، وهم إيران يعني هم إيرانيين anyway، لأنه السوداني ما يقدر يأخذ أي قرار، لأنه إذا أخذ قرار وما عجب الخامنئي يقول له على قولة عادل إمام وطي يا عنتر وطي. المهم، اليوم حكومة السوداني قاعد تسجن الشباب العراقي. ليش؟ لأنه هذول الشباب دي يطلعون مظاهرات ويطالبون بالعيش الكريم، يعني باللقمة، وهاي اللقمة هاي هي كفل بها القانون والدستور، مو بس بالعراق، بالعالم كله. بالعالم كله حق العيش كفلها الدستور والقانون، إذا كان الدولي أو العالمي. المهم، طبعا اكو ظاهرة اليوم بالشارع العراقي انه كثرة المتسولين الايرانيين، بالجيل في نقول عليها اللي هم شلون يطلع بالشارع مديده يقدي. ومع العلم هذول المتسولين او المجادي الحكومة العراقية وبأمر من خامنئي منطيهم بيوت بأحسن المناطق، مو بس إلهم، الإيراني الباكستاني الهندي، وابن البلد قاعد بخيمة، يعني مهجر ببلده قاعد بزريبة، وهذولا قاعدين بأحلى المناطق وبأحلى البيوت. ايش تكره منها بعد؟ إيه، فهذول الشباب كلهم بالسجن. زين لك انت يا سوداني يا راعي الغنم، هذول اهل البلد، هو من دا يطلع ويطالب باللقمة ما دا يطالب الا بحقه. بس وينكو حق بالعراق؟ يلا. المهم، طبعا اكو فد شغله بدنا ننوه عليها. اكو 58 موظف بمكتب السوداني. تعرفون انتو هذولا باليوم الواحد ايش قد يتقاضى راتب؟ 9 مليون دينار عراقي. 9 مليون دينار عراقي. وابن الخايبة من يطلع يتظاهر على مود اللقمة مالته يذبوه بالسجن. وهاي ما عدا النثريات، وكثير من جيل الطيبين يعرفون شنو معنى النثرية. زين. المهم، طبعا ترامب انه هدد راح يسوي عقوبات اقتصادية على شركات النفط والبنك المركزي. فاكو وكلاء بشركة النفط هذول على اساس لاستخراج النفط. تعرفون انتو هذول رواتبهم كل واحد ايش قد بالشهر؟ هذول يا حبيب قلبي يتقاضون $500,000 بالشهر، لأنه على أساس عندهم شهادات وشون يستخرجون النفط. زين، فأنت تصور هذا بالشهر $500,000 راتبه، وابن الخايبة ينسجن. زين، بعدين آخ شقول. زين، وهذول طبعا وحسب التقارير
كونوا على ثقة تقارير موجودة هذول برواتبهم طبعا. والله إذا إذا أجت حكومة شوية زينة وبيها خير وتلزم العراق عدل، لخلال سنة أو سنتين العراق يصير أغنى دولة بالوطن العربي. هسه الكبيرة راح تجيكم بعد، ما جاي الكبيرة، هسه انطوني مجال شوية. طبعا احنا بالعراق عندنا شباب خريجين يعني من جامعات ومعاهد وعندهم خبرة بالنفط وكيف استخراج النفط وكلها هاي، بس الحكومة مالنا منين جايبة العمال مالهم؟ من مصر. وهاي وين خليهم؟ بشركة نفط البصرة. طبعا وهذول العمال المصريين كل واحد منهم بالشهر راتبه 10,000 دولار. تصور راتبه 10,000 دولار بالشهر، هذا العامل المصري ياخذه. زين انت عندك عمال وعندك مهندسين وعندك كل شيء، ليش؟ شنو الدالغة؟ يعني هيك انت تكره العراق والعراقيين يا السوداني؟ لعد انت شقد ابن كلب وخبيث تكره هيك العراقيين؟ لا، ويقول لك اذا طلعوا مظاهرة ذبوهم بالسجن، ويروح يجيب له عمال من الهند وباكستان ومصر وراتب كل واحد منهم 10,000 دولار بالشهر. يعني هاي شو تخلي لها انت والطيب؟ ترى اني من اطلع احكي اني بس ادافع عن العراق لا اكثر، لانه يوميا ادخل بالساعات والساعات واطلع على كل التقارير واشوف اللي دي يصير بالعراق وبالشعب العراقي والشباب العراقي اللي يعني متدمر من وراء هاي الحكومة الحقيرة. anyway، طبعا اكو برلمانيين، تعرفون انتو البرلمانيين ايش قد يتقاضون بالشهر؟ البرلماني يتقاضى بالشهر 10 ملايين دينار عراقي. كل برلماني بالبرلمان، وهم تقريبا اكثر من 300 لو 78 لو 87 برلماني، وهم كل شيء ماكو. ها ترى لا شهادات لا يعرف يحكي، بس هيك جايبيه الكرسي بارد دا يحمل الكرسي، يطلع يحكي له حكايتين مضرطه وياخذ بالشهر 10 ملايين دينار عراقي. الله اكبر عليكم. المهم، ومو بس هاي، شوف يقول لك وين تروح؟ وين تروح فلوس العراق؟ وين تروح؟ طبعا وفوقها اكو يمكن جيل الطيبين يعرفون من هم جماعة رفحة. هذول جماعة رفحة اكثرهم برا العراق، اللي هم بالسعودية وبيوروب، المانيا والدنمارك وهولندا وحتى باستراليا موجودين من عندهم. تعرفون هذا كل بيت جماعة رفحة ايش قد يتقاضون بالشهر؟ هذول يتقاضون بالشهر، انا كلها طبعا كاتبها، جماعة رفحة يتقاضون بالشهر، وين بالله، جماعة رفحة يتقاضى بالشهر 10 ملايين دينار عراقي. هم يعني ايش قد بالبيت؟ خلينا نقول اذا هم 3 4، يعني ام وابو طفلين او ام وابو 3 اطفال، 10 ملايين دينار عراقي جماعة رفحة يتقاضون من الحكومة. ليش؟ ليش؟ وهم برا، ومع العلم ياخذون رواتب من برا، وفوقها ياخذون 10 ملايين دينار عراقي من الحكومة العراقية. اوكي، يعني يا ناس خلوا نفسكم بمكاني.
انتم من تفوتون وتشوفون وتدورون وتبحثون وتطلع هاي التقارير قدامكم، شو يصير بيكم؟ واهلنا بالعراق ربربهم محروق. شو يصير بيك انت من تشوف هاي؟ شو يصير بيك؟ لا فوقها تطلع الحكومة وتقطع من رواتب المتقاعدين وتدزها الحماس وحزب الله. بالله هو هذا عدل؟ بيا قانون، هذا بيا قانون، يعني حتى بالقانون السمائي ما يصير، حتى الله ما يرضى. بس تعال جيب واحد يفهم تحكي وياه. يعني المنظومة اللي بالعراق حاليا تحكم العراق هي مو بس فاسدة، هي فاسدة للنخاع، للنخاع فاسدة. لا اكو تقرير طالع يقول لك سماحة الشيخ قيس الخزعلي يلتقي سماحة الشيخ عادل عبد المهدي، يعني حرامي يلتقي بحرامي. نش وقت قيس الخزعلي صار سماحة الشيخ، ولا عادل زوية عادل عبد المهدي صار شيخ. تعرفون شو أقول؟ أقول حيف عليك يا عراق وصلت لهالمرحلة، حيف وألف حيف، وخليت هذول الزبالة يتحكمون بيك ويتحكمون بالشعب العراقي الطيب. بس أقول هيك، بس كل واحد وإلى يوم، صدقوني كونوا على ثقة، كلهم لهم يوم. وحتى السوداني هذا الحقير ابن الحقير راعي الغنم إلى يوم على اللي سواه. وأنطيكم الأضبط من عندها. طبعا تعرفون رمضان على أبواب، ورمضان كريم على العراقيين كلهم. تعرفون السوداني شو تبرع؟ وحكومته الفاسدة العميلة تبرع كيلو فاصوليا لكل بيت عراقي. يعني إذا بيت ب10 تبرع لهم كيلو فاصوليا. حقيقة يعني ما دا أبالغ ولا دا أضحك عليكم، ولا هاي حقيقة. تقدر تدخل وتسوي سيرش وتكتبها وشوف ايش راح يطلع لك، راح تدوخ. تبرع لهم كيلو فاصوليا، ومن تسأله يقول لك فلوس ماكو بالخزينة. كلب ابن الكلب، انت دا تشوف الأرقام اللي انطيتكم إياها، طبعا ماكو فلوس بالخزينة، طبعا ماكو، لأنه دا تروح للشرفاء ناقصين الشرف. المهم، يعني إذا ما تصدقوني دوروا ورايا وراح تشوفون كل كلمة اللي أقول لكم إياها هي حقيقة. زين، وتطلع ناس تقول لك أنت منين تجيبها هذا الحكي؟ ما دا أجيب من بيت أبويا. هاي تقارير قاعد تطلع وأنا أدخل وأدور بالساعات وأجيب لكم إياها الأخبار. صدقوني لا دا زيد ولا نقص عليكم. بس اكو شغلات ما اقدر انزلها واقولها لانه شغلات رهيبة. يعني سياسات اليوتيوب ما تخلينا نحكي بها، ممنوع نحكي بها. وفيديوهات اقدر انشرها، بس سياسات اليوتيوب ما تخليني. فاني انطيكم اياها شوية شوية، يعني انطيكم اياها بين السطور. كونوا على ثقة، اذا العراق طلع من حضن ايران خلال هالسنة، سنة 2028، العراق يرجع يصير أغنى دولة بالوطن العربي، ما أقول بالعالم بس بالوطن العربي. زين، إنه صادرات النفط مالتنا والغاز كلش كبيرة، بس مع الأسف وهي كبيرة بس الحرامية أكثر. فهي قهر، مو قهر، أنا وياكم قهر صدقوني. بس تسوي هذا الزمن، يوم عليك ويوم إلك. وتحياتي للجميع، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس
ويوصلكم كل جديد، وأنا إن شاء الله أي حدث يصير رأسا أنزلكم إياه. ولايك وشير وتحياتي، وتكونون بخير، والشعب العراقي بألف خير.